هاي جاي، ان شاء الله تكونوا مكمل بخير. انتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. عبالي بريكم راكم مستغربين كيفاش ديت لاشون تاع ماما وعلاش. عبالكم بلي ماما حبست اليوتيوب بسبب ما كاش كامل دعم في القناه تاعها. من الاول قالت لي الا حبيتي دير قناه تاعو ديري فيها فيديوهات. من الاول ما كنتش مقتنعه بالفكره، بصح بعد تشجيع ودعم من صحباتي خاصة البس فريند تاعي اللي هي رحمة، تشجعت وجيت درت لكم الفيديو هذا. وهذا الفيديو تاع روتيني اليومي في العطلة. على بالي بلي كامل البنات ما ينوضوش بكري في العطلة، جوايز الحداش هكا. انا ميضاك نوضيك نتغدى كيما نوض بكري، باسكو راني نوض الفجر. كي نوض الفجر ما نوضش كي نعاود نولي نرقد بعد ما نوض بكري. المهم اول عفسه نديرها واللي هي نخمل فراشي. انا راني نرقد في الشامبر مع ماني وخالتي يرقدوا في الصالون على التلفزيون تاع اليوتيوب. بعد ما نخمل نغسل وجهي و نبروسي اسناني، ومن بعد نروح للكوزينه. من ذاك نلقى القهوه واجده، من ذاك ما نلقاهاش واجده، من ذاك نلقاهم راقدين، من ذاك نلقاهم عندهم بزاف من يناضوا. كل خطره كيفاه. اليوم لقيت ماما ما ناضش بكري مليح، غير ما انا نص جويت العشاء نص لقيتها وجدت القهوه. كانت غير ما بدات طيب فيها باسكو كانت عندها خارجه. غير ما طيبت لنا القهوه طيبت لنا موراها الغدا وراحت، ما ولاش حتى جوية العصر. المهم هنا كنت نعمر في السكريه، وهنا كان طاب الحليب وانا نصفو فيه ونحطوه. المهم وهنا ثاني كانت هذا وين طابت القهوه وحطيت فوق الطابله. وحبيت نشارك معكم هذه الوصفات تاع السمنه. انا بزاف رقيقه قد ما سيت نسمان ما قدرتش. ماما دارت لي هذه الخلطه اللي حابه نشاركها معاه يقول لي في التعليقات. هذه الخلطه ولا ما باليش كي تنوضوا على الفراغ تاكلوا مغرف على الفراغ صباح وقبل ما تفطروا. هنا كنت نشرب في قهوه هاو خويا. المهم مبينه البنات قاع يغسلوا الماعن ويسيقوا ويفرزوا في العطله على بالكم. هنايا انا خملت الطاوله وفرزتها وغسلت الماعن. وما كاش كيفه يعني نتعاونوا شي امهاتكم لازم تعاونوهم ثانيكم ما يلحقوش كل حاجه وحدهم. كما قلت لكم غسلت الماعن ومن بعد رحت اول حاجه رحت شفت وين مازال ما فرزتش خاطر ما كانت فرزت ما دارت برك المخايط. انا درتهم و فرزتهم وزدت رحت للجهة الثانية تاع الصالون. ما كانت مخروبة بزاف بصح سقمت المخايط هذا ما كان. المهم وهذو اليامات غير ما نسيق غير ما نفرس ونسيق ديريكت نروح مباشرة نغلق تواقي كامل والبيبان في الدار ونشعل الكليماتيزون ونقعد في النقا. نحس بواحد الاحساس بزاف هايل. مع باش نتوما كما انا بصح انا لو كان ما نلقاش ما نسيقش وما نحسش بلي الدنيا نقيه ما نحسش روحي بلي يعني مرتاحه، نحس روحي حاجه ناقصه هكا. شكون اللي كيما انا يقول لي. وهنايا بديت نحك في الدوش بالايزيز والجافيل. تعرفوا هذه الحالات دايما تاع البنات نهار الكل ما يسيقوا ويغسلوا وبالايزيز والجافيل يدوروا وما نباليش هكا. المهم حكيت مليح مليح هذه الاخرى الشيطه كيت مليح
ومن بعد ما حكيت كما كنت تشوفوا دوكا انا نحك. كي كملت حكيت شلته بالماء وحكيته هنايا من تحت باش ما يبقاش هذاك البقع، ومن بعد نحصله في على هذه كل يوم نديرو كما راكم تشوفوا ولا يشعل ويبرق كما راكم تشوفوا. هذا المنظر هايل. المهم كنت نشلل فيه ورحت اللافابو تحتاني حشاكم تاع رجلين. بعد ما حكيته شللته ومن بعدها رحت حكيت الدوش مليح مليح بالإيزيز والجافيل. حكيته مليح مليح كما راكم تشوفوا. دوكا اني بالبالي نحك غير نرجعو يلمع. وهنا يا حاشاكم وجدت البيدون تاع السياق وبديت نمسح الصالو. المهم بعد ما نمسح ديريكت نروح نحط الطابيات لي نحطهم في، يعني في الصيف يعني ما نحطوش حنايا بزاف الطابيات باسكو سخانه، باسكو ثاني الصيف فيه الغبار وكل يوم نمسحو. عندنا برك طابي قدام الباب تاع صبابة حاشاكم. المهم ولا هنا بديت نغلق في البيبان باش نشعل الكليماتيزور، تعرفوا سخانه وكلش. المهم وهنا كانوا الكراسة فوق الطابلة حبتهم وددت الطابي تاع الكوزينة. حنا ثاني دايرين طابي عند الباب وطابي تاع الكوزينة وتاع الدوش برك ما دايرينش بزاف، هذا طابيات خفاف. بعد ما تغديت بسكو كان وقت الغداء تغديت ورحت صليت الظهر. بعد ما صليت رحت تفرجت الانمي تاعي المفضل اللي هو قاتل الشياطين، وقعدت كليت الشيبس والكريم. المهم من بعد درت لاسياست ما نصش حتى جويت العصر، ومن بعد غير ديريكت صليت العصر، ومن بعد رحت خرجت لبرا مع صحاباتي. هنا كنت مع صاحبتي رحمة. هذه هي الحومة تاعنا. المهم بعدها كي جويت المغرب طلعت للدار لقيت ماما بدات توجد باش نديرو الشوا. تعرفوا هذو الايام تاع العيد مازال ما خلصناش اللحم. المهم درنا الشوا وهنايا كنت موجده، ماما كانت وجدت لاختي الدجاج باسكو اختي ما تاكلش اللحم، تاكلش كبده، ما تاكل حتى عفسه في الكبش. يا ماما شرات لها الدجاج باش نديرو لهم، ودوكا كيما راكم تشوفوا انا نديرو في الاخر. هاو الدجاج تاع اختي هذا لازم باسكو ما عندهاش اختي ما تاكلش كامل اللحم تاع الكبش. المهم لهنا ماما دارت دارت 3 انواع، دارت البروش تاع الدجاج وهذا تاع اللحم ودارت تاع الكبده. وبعد ما تعشينا بدينا انا وماما نغسلو في الماعن، ومن بعد
غير ما كملنا غسلنا الماعن كان أذن العشاء، صليت ومن بعدها رحت باش نتفرج ومن بعدها رقدت. وذوك مع الياغي نقولكم باي باي ونتلاقوا في فيديو اخر. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة ويلا باي باي.